الناس ما عادش تحشم. وهنا مشكله، الناس ما عادش تحشم ولا تلعب بمصير الوطن. ولهذا انا اتوجه لهؤلاء الناس باش نقول لهم رفقا بانفسكم وبسمعتكم ان لم تكن رفقا ببلادكم. شيء ثابت هو اللي احنا عندنا علاقات ممتازه مع الاخوه المغاربه، وجلاله الملك قعد هنا يعني رساله واضحه اللي احنا ها ما كنت تقولوا اللي كذا، يعني انا قاعد بالضبط وانا مستعد. انا نحب نسالك على هذا سيد الرئيس. الملك خرج للشارع، مشى في شوارع تونس بحراسه خفيفه، وهو مشهد جديد على تونس خاصة بعد الثورة. يعني اللي تونس اللي أغلب السياسيين نتاعها مهددين وما ينجموش يخرجوا كيفه، يتجولوا بأمن وأمان كمان. ملك يخرج، تونس التي يمشي فيها الملك بحراسة خفيفة بين الناس بدون حراسة لصيقة، ويسلم ويحيي ويلتقط الصور، وآلاف الصور أرسلت إلى العالم ومازال مقيم إلى حد الآن. احنا اليوم نسجلوا السبت، اليوم العاشر لزيارته، وهو رقم قياسي في الزيارات الدبلوماسية، ومازال مقيم. سمعت أنه باش يروح الجمعة والخميس الجاي أو نهار الأربعاء، مازلنا ما نعرفوش حتى وقتاش. علاش أنا وقت اللي شنو خفايا تمديد الزيارة هذيك؟ الخفايا أنا وقت اللي شفته قلت له جلالة الملك أعطيتنا أجمل هدية. أجمل هدية هو أنك في الواقع يعني أظهرت أنه تونس بلد هادية وبلد مضيافة وبلد يعني في آخر المطاف يعني عاونتنا برشا في مجال السياحة، وأنا نحب نشكرك باسم كل التونسيين. ورانا احنا يعني فخورين ومسرورين بهذه الرسالة اللي بعثتها. قال لي أنا بالنسبة لي راني سعيد جدا بوجودي في تونس ومرتاح نفسيا وحاس نفسي يعني بين أهلي وأقاربي وكذا، لكن أنا حسب رأيي عنده الرسالة السياسية اللي حاب نبعثها، اللي أنا راني موجود هنا، راني يعني شعر بنفسي بين أهلي، وأنه البلاد هذه راهي بلاد هادئة ومضيافة وكريمة، وأنا بالنسبة لي هذا نعتبره شيء كبير. قال لك حاجات عفوية على زياراته في شوارع تونس وفي التصاقه بالناس واكتشافه للعاصمة. هو سعيد جدا بهذه يعني